راح يكبدي ما نتفرج تفسيس للي قالك واللي مارك تفسيس عزير عزو عفيف وبرشا تفسيس تفسيس تفسيس. عسلامة. عسلامة والبركة فيكم. كما تعرفوا الوالد كان قريب برشا عليا، هذاك الوصية نتاعو خلاها لي. حسب ما قريت في الوصية اللي الوالد خلي لكم قطعة أرض في منطقة سكرة. أرض في سكرة؟ باش نعمل أرض في سكرة؟ نعملها دار على البحر، على البحر. سامحني سكرة ما فيش بحر. وقت في بالي ما هي في طريق نابل قلت لقاها على البحر. طريق نابل في طريق مرسى ما عليناش. اللي حبيت نقول لكم نحبوا نلقاو حل قانونيا في حكاية الإرث هذيا. نتفاهموا ما بيناتكم. احنا زوز نقسموا على اثنين. أنا نقسم على اثنين تاع. قانونيا ممنوع ودينيا حرام. والعياذ بالله. يعني أنت تجري على الدنيا وسايبة الآخرة. يعني تراب قاعدين تعرف عليه تراب تعرف على التراب. خوك يتيم تحتين الأرض خير. تحتين الأرض وسايب عليك الدنيا الكتاب. امشي شوف الآخرة خير. شوف الآخرة. اسمع لحظة راهو الوالد ما خليكمش كي قطعة الأرض. سبحان الله. خلي لكم حاجة أخرى. خلي لكم قرض ب 60 مليون. خذها انت الارض 50 متر 50 عم فيها فرش ببلاستين ونني غادي. انا باش ناخذ القرض اللي فيه 60 مليون 60 مليون نعمل بهم دار في سكر على البحر. دار في سكر وناخذ قرض. سامحني ماكش فاهمني. خلى قرض ب 60 مليون خلص منه 10 ملايين فما 50 مليون لازمكم انتم تكملوه. ايه نمشيو بشرع الله كما انت قلت. انا باين شو الشريعه ونتبعوا الدين. شو صار هيك تجي تشوف راه فما حاجات تعرفهمش. وصعوا بالكم. الوالد شوي. الوالد كنت نحبك انت اكثر مني انا ويدلل فيك انت اكثر مني انا. متفاهمين فيها الحكايه هذه. واخر مره كي توفى تعرفش قال لي قبل الموت بساعتين قال لي مستبناك جمله واحده. قال لي مطايش في السنتر فيل. فمش منها الحكايه. مستبنين وانت خذ الارض في سكره وعملها على البحر. سامحني سكرة ما فيهاش بحر. تفسيس